أستاذ عادل، حياكم الله يا وسهلا. الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة الكثير من يسعى إليها، كيف السبيل لذلك؟ نعم، الحياة الطيبة يمكن للإنسان أن يصل إليها بأشياء كثيرة فيكون سعيدا. أما في هذا الشهر الفضيل الكريم تتحقق ذلك بأشياء كثيرة، منها الاهتمام بمجال العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولو علمتم ما في رمضان لتمنيتم أن يكون سنة. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، كيف السبيل إلى أن تتحقق لدى المسلم هذه الحلاوة؟ نعم، تتحقق هذه بأمرين اثنين كما ذكروا: الفعل وهو الفعل المجرد من تلك العبادة، وكذلك الشعور القلبي. فلا يكفي من الإنسان أن يفعل فعلا هكذا فعلا مجردا، بل لا بد أن يكون مع ذلك الفعل المجرد فيه استشعار، فيكون عنده هذين الأمرين: الفعل المجرد واستشعار العبادة، ويصل بإذن الله إلى تلك الحالة. جزاك الله خيرا أستاذنا العزيز، بارك الله فيكم. بارك الله.